ايه اللي حصل معاك؟ احكي لي. ما حصلش حاجة. انا كنت في المدرسة في الامتحانات، ولقيت واحد بيتصل عليا بيقول لي تعالى ده بنت عمك واحد قتلها. سبت المدرسة ورحت. على ما رحت وصلت لقيت الشرطة موجودة، وكانت خلاص اتوفت. الكلام ده كان امتى؟ كانت حوالي الساعة 2 الظهر. مين بقى اللي قتلها؟ ابن جوزها. ابن جوزها مش ابنها؟ لا ابن جوزها. ايه السبب بقى؟ ما فيش سبب، هي بقى لها 35 20 سنة مع بعض. 35 سنة متجوزة والده؟ والده وهو عايش معاها بقى لها 35 سنة. ما كانوش بيشتكوا من بعضهم في خلافات سابقة؟ لا مفيش خلافات، حتى هو قبل ما ماشي. حتى هو قبل ما يموتها كان بيقول لها اعملي لي كوبايه شاي. قبل يوم الوفاة قال لها قبل الواقعة على طول؟ قبل الواقعة دخلت تعمل لي كوبايه شاي. وبعد 35 سنة عشرة وتضحية القصة تنتهي بجريمة محدش كان يتخيلها. في مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، الحاجة مديحة ست بسيطة اتجوزت راجل كان عنده ولاد، واحد فيهم كان لسه صغير والتاني كان مريض. بعد وفاة جوزها هي اللي شالت المسؤولية كلها، خدمت وربت وصبرت، وكانت ام بجد مش مجرد ان هي زوجة اب. ابنها بيحكي وبيقول وهو مش مصدق اللي حصل، بيقول ان هو كان واخد اجازة من الشغل 8 ايام ولسه مسافر امبارح. اول ما وصل الشغل جاله تليفون وقالوا له الحق ان اخوك بيتخانق مع عمك، وما كانش حد قايل له ان هي توفت غير بعدها بشويه. يوميها الحاجه مديحه اتغدت ودخلت علشان تشرب شاي، دخل وراها المطبخ وفي لحظه طعنها وماتت في مكان خدمته سنين طويله. ابنها بيقول ان هو كان حاسس ان اخوه كان مستني لحد ما يسافر علشان يعمل كده، ومش قادر يتخيل ازاي هان عليه عشره 35 سنه، مع ان هي كانت ام ليهم وكان هو مريض وهي الوحيده اللي كانت بتخدمه. وبيختم كلامه بيقول ان هو مش طالب اي شيء غير القصاص العادل. طبعا قصة بتوجع القلب وبتفكرنا دايما ان الشر اوقات بيجيلك من اقرب الناس ليك.